السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد بنعمله. الفيلم بيبدأ بحكاية عن جبل الحكماء اللي موجود فيه مخلوقات عايشة بقالها آلاف السنين وعندهم سر الشباب الدائم. وكانت كل حاجة ماشية كويس ومستقرة لحد اليوم اللي اتولد فيه قرد غامض من صخرة سحرية قوية. القرد ده كان مشاغب وبيحاول يكتشف القدرات الغريبة اللي عنده، زي انه بيقدر يخرج ليزر من عينيه. شوف الامبراطور جايد لما عرف بخبر القرد اللي اتولد وعنده قدرات عجيبة، طلب من المساعدين بتوعه انهم يخلصوا عليه علشان ما يسببش فوضى. القرد في الوقت ده كان نزل على الارض وقرر يعيش وسطهم. وبيظهر كبير الحكماء وبيقول لجايد انه يسيب القرد يعيش على الارض لان في مصير كبير مستنيه، والقرد ده هيكون ليه شأن كبير جدا في المستقبل. بعد كده بنشوف القرد وهو بيتمشى على الأرض، بيشوف مجموعة من القرود العاديين، بيحس إن واحد منهم وبيروح يقف معاهم. لكن القرد الكبير اللي كان بيدرب القرود الصغيرة إزاي يجيبوا جوز الهند من على الشجرة بيكون متضايق منه وبيقول له أنت عمرك ما هتكون واحد مننا. ولما بيحاول القرد يثبت له إنه واحد منهم وبينط على الشجر وبيوقع جوز الهند اللي كان عليه، بيظهر وحش غامض من الشلال وبيخطف واحد من القرود الصغيرة وبيمشي. ساعتها القرد الكبير بيفضل يقول له انت سبب في اللي حصل ده، ولولاك انت ما كنتش جيت كان زمان القرد الصغير ده رجع لعيلته. بيخلي كل القرود التانيين يرموا عليه جوز الهند ويطردوه من وسطهم. فعلا القرد بيمشي وبيكون زعلان منهم وبيطلع لمكان لوحده وبيفضل يتدرب ويرمي جوز هند على صخرة ويتعلم أساليب القتال. وبعد ما بتعدي فترة وبيكبر القرد ده بيسمي نفسه القرد الملك، وبيكون عايش وحيد من غير أصحاب ولا أهل. علشان كده بيكون راسم أشكال على جوز الهند ومسميهم عيلته الوهمية، وبيلعب معاهم وبيتكلم معاهم. لحد ما في يوم بيشوف إن الوحش الغامض اللي ساكن في الشلال ده بيتحرك مرة تانية. بيقرر إنه ينزل علشان يحذر القرود الصغيرين إن الوحش بيتحرك وممكن يخطف حد فيهم ولازم نتحد علشان نخلص عليه. ساعتها فعلا الوحش بيظهر وبيخطف قرد صغير وبيمشي مرة تانية. كبير القرود بيفضل يقول له إن هو السبب مرة تانية وإنه كل ما بيظهر لازم تحصل فوضى. المرة دي بقى الملك القرد بيقول له إنه يقدر يهزم الوحش ده ويرجع القرد المخطوف. فبيقول له القرد الكبير إزاي هتعمل كده وإنت مش معاك سلاح حتى. ساعتها بيتكلم واحد من القرود وبيقول له إنه ممكن يجيب السلاح اللي مع الملك التنين. لكن القرد الكبير بيضحك وبيقول له مستحيل حد يقرب من الملك التنين اللي عايش في مملكته في المية وياخد منه سلاح. بس الملك القرد بيقول له إنه هيقدر يعمل كده. على طول بيسيبهم وبيجري علشان ينزل المحيط ويجيب السلاح. ولما بيوصل بيكون الملك التنين بيتكلم مع اتباعه عن الخطة بتاعته، وانه يستخدم السلاح السري القوي بتاعه في انه يغرق الارض كلها ويخليها مية علشان يقدر يحكمها ويكون هو المسيطر عليها. في الوقت ده بيقرب القرد الملك من السلاح الخارق وبيتفاجئ ان السلاح بيتكلم معاه وبيقول له انه مستنيه بقاله الاف السنين علشان يجي ياخده، لان هما الاتنين مصير بعض ولازم يتجمعوا. والقرد الملك بيكون فرحان جدا، بياخد السلاح من مكانه وبيسميه ستيك. لما الملك التنين بيعرف بيشتكي للامبراطور جايد، والامبراطور جايد بيقول له يحل مشاكله بنفسه ويحاول يرجع السلاح اللي اتسرق منه. في الوقت ده بيكون القرد الملك استخدم السلاح وطار بيه وقدر انه يدخل للوحش الغامض واللي اسمه شيطان الفوضى، وبيشوف ان القرد الصغير متعلق في قفص وشيطان الفوضى بيستعد علشان ياكله. ولما بيجي شيطان الفوضى بيتحرك ستيك علشان يقتله وبيسحب معاه القرد الملك. وبيكون القرد الملك مش عارف يتحكم فيه في الاول، لكن بيقول له انه واثق فيه وبيسيب ستيك هي اللي تتحرك وتحارب، وبيكون ماسك فيها وبيبدأ يتجاوب معاها لحد ما بيقدروا يهزموا الشيطان مع بعض. ولما بيرجع القرد الملك على القرية مرة تانية ومعاه القرد الصغير، بيفضل كل اللي في القرية يهتفوا باسمه وبيكونوا فرحانين بيه وبيلقبوه بالملك القرد. هو بيقول لهم إنه عايز ينضم لجبل الحكماء اللي فوق ويكون واحد منهم. لكن القرد الكبير بيقول إنه مستحيل ينضم لجبل الحكماء اللي لما يهزم على الأقل 100 شيطان مش شيطان واحد. ساعتها بيقرر القرد الملك انه يبدأ يدور على الشياطين في كل القرى اللي حواليه ويحاربهم علشان يثبت انه يستحق ينضم لجبل الحكماء ويكون معاه سر الشباب الابدي. فعلا بيبدأ يدور عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدر يهزم 99 شيطان، وبيوصل على قرية جديدة علشان يدور على الشيطان رقم 100. اهل القرية بيكونوا خايفين وبيقولوا له ان الوحش اللي بيهجم عليهم وحش النار وهيكون صعب انه يواجهه. لكن اثناء ما هم بيتكلموا بتدخل بنت صغيره اسمها لين بتقول لهم ان القرد الملك بطل اسطوري وهيقدر يهزم الشيطان بسهوله ويخلصنا منه. ساعتها اهل القريه بيتكلموا مع بعض انهم يسيبوا القرد الملك يواجه الوحش، وفي النهايه واحد فيهم هيخلص على التاني. فعلا بيقولوا له انهم موافقين. فبيستنى القرد الملك لحد ما بترجع الوحش الناري على القريه وبتكون خاطفه ابن واحد من السكان. بيبدا يشتبك معاها وبتحصل معركه قويه جدا بينهم هما الاتنين وبيطيروا المكان عالي. المشكلة إن كل ما الوحش بتضرب عليه كرات نار بيصدها الملك القرد وبيبعدها عنه.
وساعتها بتقع على القرية وبتحرق البيوت. والوحش بتكون معجبة جدا بستيك وبتقول للملك القرد إنها هتاخدها منه، فبيقرر يرمي ستيك ناحيتها، وبتفضل ستيك تلف بيها لحد ما بتنزل بيها في الأرض وبتعمل حفرة وبتدفنها فيها. بيفضل الملك القرد يحتفل إنه كده هزم ال100 وحش ويقدر ينضم للحكماء. بيخلي كل السكان اللي في القرية يعملوا له حفلة علشان يكرموه والحكماء يعرفوا بيه. لكن بيتفاجئ إن الملك التنين جاي علشان يقول له إنه هياخد منه العصاية دي لأنها بتاعته. وبيفضل يتكلم معاه وبيكون مخلي المساعدين بتوعه ينزلوا من تحت المسرح ويسرقوا العصاية. ولما الملك القرد بياخد باله بيفضل يجري وراهم وبيقدر ياخد منهم العصاية. لكن المطاردة بتكون قوية وبيفضلوا يقعوا من على الجبال ويحصل انهيار صخري لحد ما بيقدر في الآخر إنه يتخلص منهم ويرميهم في المية. لكن المشكلة إن ستيك بتكون هتقع من على الجبل، ولين هي اللي بتلحقها وبترجعها للملك القرد مرة تانية. بعدها بيمشي الملك القرد ولين بتفضل ماشية وراه وبتطلب منه تكون المساعدة بتاعته، لكنه بيكون رافض وبيقول لها انه بطل ومش محتاج حد يساعده. بس هي بتفضل مصممة بتتحايل عليه لحد ما بيقول لها تفضل ماشية معاه وخلاص. وبيكون الملك القرد عايز يوصل للعالم السفلي علشان ياخد المخطوطة بتاعته ويحطها مع الحكماء والشباب الأبدي. ولين بتكون خايفة جدا ومش عايزة تنزل معاه، لكنه بيقول لها تفضل معاه وتسمع كلامه. ولما بيوصلوا بيقدروا يضحكوا على الحارس اللي اسمه ياما، وبيدخلوا المخزن اللي فيه المخطوطات وبيفضلوا يدوروا على المخطوطة بتاعة الملك القرد لحد ما الحارس بيعرف وبينزل علشان يوقفه. وبيفضل الحارس يعمل تعويذات وبيقدر يعمل نسخ كتيرة منه. ساعتها ستيك بتقول للملك القرد ان هو كمان عنده نفس القدرة ويقدر يعمل نسخ من نفسه. فعلا بيعمل كده وبيفضلوا كل النسخ تضرب في بعض لحد ما لين بتلاقي المخطوطة بتاعته وبتديها له. ساعتها الحارس ياما بيتواصل مع الامبراطور جايد وبيقول له على اللي حصل. وساعتها الملك القرد هو اللي بيتكلم الامبراطور جايد وبيقول له على اللي عمله وانه يستحق ينضم ليهم. لكن جايد بيقول له انه مش هيقدر يكون واحد منهم مهما عمل. لكن ياما بيقول له ان في كتاب الحياة الأبدية ممكن يعرف الطريقة منه. وجايد بيزعق لياما انه يتكلم وعرفه بالكتاب. وساعتها بيقرر الملك القرد انه يسرق الكتاب ويهرب بسرعة هو ولين. ولما بيخرجوا بيفتحوا الكتاب بيلاقوا فيه مخطوطة بتقول ان في خوخة سحرية في الغابة ممكن تديله نفس القوة دي. والملك القرد بيقول للين انهم لازم يتحركوا على الغابة علشان يجيبوها. بعدها بتسيبوا لين وبتروح على البحيرة وبترمي نقط من ازازة معاها في المية. بيظهر لها الملك التنين بتقول انها بتحاول تسرق العصاية من القرد كل ده بس هي مش عارفة. وبتشوف ان الملك التنين شغل لين معاه لما طلبت منه لين انه يساعدها في الجفاف اللي فيه القرية بتاعتها. والتنين ساعتها قال لها انه موافق يبعت لهم مية بس بشرط انها تجيب له العصاية. وفي الوقت الحالي بنشوف ان لين بتقول له على الخوخة السحرية اللي في الغابة وان الملك القرد هيروح علشان ياكلها. تاني يوم الصبح بيقوم الملك القرد وبياخد معاه لين علشان يتحركوا على بستان الخوخ السحري. وبيكون التنين بيتكلم مع المساعدين بتوعه انهم هيحطوا خوخ مسحور وفيه مخدر مكان الخوخ الحقيقي علشان لما القرد يقرب من الخوخ وياكله يحس انه دايخ وساعتها نقدر ناخد منه العصا. فعلا بيعملوا كده وبيوصل القرد على البستان وبيشوفوا المساعدين بتوع التنين وبيكونوا ناسين هما حطوا الخوخ في انهي شجرة. فبيقرر واحد منهم انه يدوق من الخوخ علشان يتأكد بنفسه. وساعتها بيدوخ وبيكون مش قادر يقف على رجليه. المساعد التاني بيقول للقرد ان دي الشجرة اللي بيدور عليها. والقرد بيقول له انهم هياكلوا منها مع بعض. وفعلا الاتنين بياكلوا منها وبيتخدروا وعلى طول بيخرج التنين وبيقرب من القرد علشان ياخد منه العصاية. لكن القرد بيكون مش متخدر قوي وبيقدر يرمي خوخ في بق التنين وبيخليه هو اللي متخدر ومش قادر يدوس على رجليه. التنين بيقرر ياخد المساعدين ويرجع المية مرة تانية. بعدها بينام القرد شوية وبتحاول لين تاخد منه العصاية لكنه بيقوم بسرعة وبيلحقها. وبيقعدوا هما الاتنين يتفرجوا على الكتاب ويشوفوا ان اللي مألفاه اسمها وانج فومو وهي على جبل الحكماء بتصنع اكسير الشباب الابدي. فبيقرر القرد الملك ان ياخد معاه لين ويروحوا هما الاتنين على هناك ويجربوا التركيبة. وفعلا بيطيروا وبيشوفوا وانج فومو وهي خارجة من القصر بتاعها وبيكسروا الباب وبيدخلوا بعدها. وبتبدأ لين تقول له على المكونات اللي محتاجاها علشان التركيبة. لكن القرد بيشرب تركيبة وهو مش عارف دي بتاعت ايه فبيتحول لقرد صغير وبيفضل يظهر ويختفي وبيلاقي نفسه محبوس في قفص. وساعتها بتقرر لين انها تاخد ستيك وتهرب بيها. لكن لما بتديله ظهرها بتتفاجئ ان القرد الملك رجع لحجمه الطبيعي تاني وستيك طارت ناحيته. بعدها بيبداوا هما الاتنين يجمعوا المكونات لحد ما بتظهر وانج فومو وبتقول لهم انهم حراميه ولازم يدفعوا الثمن. وبتبدا تحارب في القرد الملك لكنه بيكون قادر يقف قدامها وبيفضل يقول لين تجمع هي المكونات. فعلا بتبدا لين تجمع المكونات في اناء لكنها بتكون محتاجه عصايه او عيدان صغيره علشان تاخد اخر مكون وتخلطهم مع بعض. فبيرمي لها الملك القرد ستيك وبيغير حجمها وبيخلي لين تخلص الوصفه. ولما بترميها للقرد الملك علشان يدوقها بيتفاجئ ان وانج فومو بترمي عليه برق تكسر الوصفه كلها. وبتفضل تضرب برق على القرد الملك وبتوقعه على الارض. وساعتها لين بتقول لها انها ملهاش دعوه بحاجه وهي عايزه العصايه علشان تنقذ القريه بتاعتها.
فبتسمح لها وانج فو انها تمشي من هنا، وفعلا بتمشي شويه وبتفضل تقول ان ملهاش دعوه ولازم تهرب. لكن فجاه بتقرر ترجع تاني وبتدي العصايه للقرد الملك اللي بيكون لسه عليها باقي اجزاء من التركيبه لما كانت لين بتخلط بيها. والقرد الملك بيلمس العصايه ببقه وساعتها الاكسير بيشتغل. ولما وانج فومو بتضرب برق على الملك القرد مره تانية بتفاجئ ان البرق بتاعها بيزود قوته وبيزود حجمه وبيفضل يكبر لحد ما بيبقى عملاق. في الوقت ده بتختفي لين وبتقع من المكان العالي ده، فبيقرر الملك القرد انه يسيب المعركة ويطير وراها علشان ينقذها. ولما بيوصل على الارض بيفضل يقول لها انهم عيلة وكان لازم يساعدها. هي بتكون فرحانة انه مهتم بيها وشايف انهم عيلة، وبيفضل يقول لها انه هيعمل اي حاجة علشان يوصل لهدفه، وان لو اي حاجة عايزاها هيعملها. بيقول لها انت كمان لازم تعملي كده. وساعتها بتقول له انها بتتحداه انه يحبس نفسه تحت المية لاطول فترة ممكنة. فبيقول لها ان ده تحدي سهل وبينزل المية بسرعة. وساعتها بتستغل انه مش موجود وبتاخد ستيك وبتديها لمساعدين الملك التنين. وبعد شوية بيخرج الملك القرد وبيقول لها تجيب ستيك ويتحركوا. فبتقول له انها كانت مضطرة تديها للملك التنين علشان تنقذ القرية بتاعتها. فبيفضل الملك القرد يزعق معاها وبيقول لها انها خانته وانها ضحكت عليه وهو كان بيعتبرها عيلته الوحيدة. وساعتها بيظهر الملك التنين وبيقول لهم استعدوا هما الاتنين علشان المية هتغرق العالم كله وهيكون هو اللي بيحكم العالم ده. فعلا بيرجع الملك التنين على المملكة بتاعته وبيستخدم ستيك وبياخد القوة بتاعتها وبيخلي شكله يتحول لكائن ضخم. وبيظهر قدام قرية لين وبيقول لهم انه هيغرق الارض كلها وهيبدأ بيهم. لكن في الوقت ده بيظهر الملك القرد وبيعمل نسخ كتيرة من نفسه علشان يواجه بيهم الملك التنين. لكن الملك التنين بيكون ضخم جدا وقوي مش بيأثر فيه هجمات الملك القرد كلها. ساعتها بتقف لين وبتقول للملك التنين انها مستعدة تقول له على نقطة ضعف القرد بس تسيب القرية بتاعتها في حالها. والتنين بيوافق وبيقول لها انه مستعد يخليها المساعدة بتاعته كمان. فبتقول له ان نقطة ضعفه هي البرق. ساعتها بيضربه بالبرق بكل قوته، لكن الملك القرد بيقع في المية وحجمه بيبدأ يزيد وبيقدر انه يوصل لستيك في المية وبياخدها. ولين بتقول للتنين انها تبقى المساعدة بتاعت الملك القرد مش المساعدة بتاعته هو. وبيبدأ الملك القرد انه يضرب في الملك التنين وبيهزمه بكل سهولة وبيخلي حجمه يصغر وبيخليه يهرب من قدامه. والتنين بيقول له انه هيسيب له العصاية بس يسيبه يعيش. بعد ما بيهزمه بيتعصب الملك القرد وبيفضل يبص ناحية الامبراطور جايد وبيقول له انت كان ممكن تقبلني واحد منكم من الاول من غير ما كل ده يحصل. وبيفضل يضرب ليزر في اتجاهه لحد ما بيقرر الامبراطور جايد انه ينزل يحارب الملك القرد ويكون معاه وانج فومو وياما. والتلاتة بيقتلوا الملك القرد لكنه بيقدر يهزمهم كلهم بسهولة وبيقول ان هو اللي هيسيطر على جبل الحكماء. لكن في الوقت ده بيظهر كبير الحكماء وبيتحكم في لين وبيفضلوا يتكلموا مع الملك القرد ان لسه الارض محتاجاه علشان يطهرها من الوحوش والشياطين اللي بتأذي الابرياء. علشان كده بيقرر كبير الحكماء انه يحبسه في جبل لحد ما يكتشف السلام الداخلي جواه. وفعلا بيحبسه في جبل وبيفضل الملك القرد يتأمل لحد ما بتروح له لين وبتقوله انها بتشكره على كل اللي عمله معاها وانه قدر يغير مصيرها ويخلي حياتها ليها معنى. هو كمان بيقول لها ان من غيرها ما كانش قدر يكتشف كل القدرات اللي عنده ولا يعرف يسيطر على قوته. والاتنين بيودعوا بعض لانها بتكون اخر مرة يتقابلوا فيها. ولين بتديله ستيك علشان تفضل معاه طول فترة التأمل بتاعته. وبيعدي من وقتها 500 سنة وتشوف ان في مجموعة بيفتحوا الجبل وبيقولوا للملك القرد ان الوحوش والشياطين بتأذي ابرياء كتير واحنا جايين علشان نطلب منك المساعدة. والملك القرد بيقول لهم ان قدر يلاقي السلام الداخلي اخيرا وما كانش عايز يقاتل تاني، لكن طالما في ناس محتاجاه يبقى لازم يلبي النداء وبيجهز نفسه علشان يساعد الابرياء. وبكده يخلص الفيلم بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.